حبايبنا في جدة، اسعد الله مساكم كل خير. احمد كعكي معاكم، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله حكون معاكم في تغطيه لطيفه خفيفه من واحد من فنادق جده القديمه والعريقه جدا. عندهم بوفيه افطار، حابين نغطي لكم هو. حياكم الله، تفضلوا. طيب، احنا الان في اللوبي تبع الفندق، لكن اللوبي فترة رمضان بيصير لصالة طعام زي ما انتم شايفين. هذه الجلسات بنطلع طول على المشروبات. ما شاء الله بالنسبة للمقبلات الباردة جدا التشكيلة واسعة وفيها كل ما لذ وطاب، من جمبري، من سلمون، فتوش، سيز، لبن بالخيار، جرجير، اللهم صل على النبي. تشكيلة جدا جدا واسعة لمحبين السلطات. مسوين اليوم نوعين شوربة، العدس والكراب سوب. هذه هنا الأطباق الرئيسية عندهم، الكشري والكوزي. هاي محبين الرز واللحم للفوت، اللهم صل على النبي. طبعا رمضان ما يخلق من جرة الفول. هذه التحابيش والجرة هنا تستناكم، وهذه انواع العيوش الموجودة عندنا. ما شاء الله. وهذه بدأت البوفيهات تنزل، اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أصناف منوعة وأصناف مشكلة للناس اللي يحبوا التغيير. شكل كفة هذا المطبق. وما زال ما شاء الله قائمة الطعام مستمرة. ما شاء الله كفتة الطحينة، مكرونة بشاميل، هذه هنا المقالي،
ندخل الآن على الحلا. ما شاء الله السفرة الرمضانية ما تخلو أبدا من الأم علي، شكلها جدا مشهي. نشوف كيف بعد الصلاة. طبعا ما شاء الله هنا عندكم التمور، الفاكهة المجففة. ما زالت الحلويات مستمرة. الحلويات الشرقية موجودة عندنا هنا، كنافة، قطايف، موجود عندنا هنا البقلاوة. هذه هنا الجلسات الداخلية. ما شاء الله شيء جدا مبهج. طيب هنا الآن جينا للجلسات اللي على السويمنج بول. ما شاء الله. طيب حبايبنا، بالنسبة لموقع الفندق اللي فطرت فيه اليوم، جدة ترايدنت الموجود في حي الهنداوية. جبنا لكم زي العادة عرض إن شاء الله يكون جدا مرضي لكم. 100 ريال فقط للشخص على الفطور في الفندق من الآن إلى نهاية رمضان. الشرط الوحيد انكم انتم تسجلوا حضوركم قبل ما توصلوا الفندق. الان احط لكم رقم الجوال هذا اللي مسجل هنا، تتصلوا وتحجزوا عن طريقه. ان شاء الله تكون التغطيه خفيفه لطيفه وجات على هواكم. اتمنى لكم افطار شهي وعليكم بالف صحه وعافيه. وفي الختام كنت معاكم انا احمد كعكي عضو فريق من جده، اتشرف بالمتابعه في حسابي تغطيات مطاعم ومعلومات اكل فقط. تصبحوا على خير ونراكم.